ايه الاخبار؟ تعال اقول لك على 5 طرق تساعدك انك تبني علاقات جديده، علاقات سليمه، علاقات ما بتتاذيش منها. رقم 1، الاشتراك في الاهتمامات. يعني وانت بتتعرف على حد جديد دور على اهتمام مشترك ما بينكم انتم الاثنين، واقعدوا اتكلموا مع بعض عن اهتماماتكم واتفقوا انكم تشتركوا مع بعض في الاهتمامات ديت. ده لان بيوطد العلاقات ما بين الاشخاص وبيجربهم اكتر مع بعض. طول ما في اهتمام مشترك هتلاقي نفسك بتجرب للشخص التاني لان في اهتمام معين او في حاجه معينه بتربطكم انتوا الاثنين ببعض. رقم 2، خليك مستمع جيد. كتير مننا بيميل ان هو يتكلم كتير وممكن نكون مش بنقدر نسمع كتير. ده لان لو فكرت هتلاقي ان الناس كلها بتحتاج حد يسمعها، فبادر انت وخليك الشخص اللي بيسمع الشخص التاني باهتمام، وعبر على قد ايه انت مركز في كل كلمه هو يقولها، وبلاش تقعد تسمع الشخص اللي قدامك وانت ماسك الموبايل كالعاده بتاعتك يعني. رقم 3، خليك شخص ودود ومبادر. يعني خليك لطيف مع الناس اللي حواليك، عاملهم بود وبادر انك انت اللي تسال عليهم وتهتم بيهم. اوقات بنكون مستنيين ان حد يهتم بينا ولكن مش بنبادر ان احنا نهتم بحد او نسال على حد او ان احنا نعمل ده. فاسال انت واطمن واهتم، واكيد هتلاقي الافعال ديت بتترد لك بعدين. 4، سيب مساحه. فمش معنى ان انا اهتم يبقى انا افرض نفسي على الشخص شكل العلاقه وكلام معين، فممكن يكون الشخص مش عايز يتكلم او مش قادر يتكلم. لازم ما تدخلش في حياه الشخص بزياده، ادخل على قد المساحه اللي هو بيسمح لي بيها، وانت كمان تديله مساحه انه يقول ويعمل اللي هو عايزه، واديله مساحه لدوائر علاقات تانية. رقم 5، خليك شخص مرن. يعني اوقات ممكن احط نموذج في ذهني كده عن التصرف المناسب، ولو اللي قدامي دوت ما عملش اللي هو في دماغي انا يبقى انا اتراجع عن العلاقه ديت. لكن الحقيقه ان احنا مختلفين وكل واحد فينا ليه طريقه معينه وتصرف معين، علشان كده لازم تتقبل الاختلاف ما بينكم وبين الشخص اللي قدامك، وكمان نقبل الضعف البشري اللي في كل واحد فينا. فدول كانوا 5 طرق عشان تقدر تبني علاقه جديده، علاقه سليمه، علاقه ما تتاذيش فيها بعدين. لو انت كنت شايف ان الفيديو مفيد وفيه كلام مهم، اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بكل فيديو بينزل جديد. سلام.